ده واحد من الموبايلات اللي نادرا ما بنلاقيها في السوق، وخصوصا السوق المصري. والشركه اللي منزله الموبايل ده نادرا اصلا ما بتعمل فلاتات وبتنزل موبايلات بتقدم قيمه بالشكل ده مقابل السعر. انا مش عارف ازاي في ناس كتير ما خدتش بالها من الموبايل ده لحد الان، وهو بيقدم واحده من افضل الصفقات اللي موجوده دلوقتي في فئه 6000 جنيه. قبل ما اقول لك اي حاجه اكيد ما تنساش لايك سبسكرايبك الرايق وتفعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه ام ريفيوز. ومن الاخر كده الموبايل ده هو ريلمي سي 65 ولكن النسخه ال 5 جي. انا احبطت جدا من النسخه ال 4 جي وقلت عليها انها ما بتقدمش قيمه مقابل سعر، لان كان سعرها مبالغ فيه تماما. بس الغريب من شركه ريلمي انها تقدم لك السي 65 النسخه ال 5 جي ارخص وبتقدم قيمه مقابل سعر اكتر بكتير من الريلمي سي 65 النسخه ال 4 جي. وخليني الاول اقول لك ان سعر الموبايل دلوقتي 6750، ويعلم احتمال كبير بعد الفيديو ده الموبايل سعره يزيد. وحصل معايا قبل كده كتير ان انا نزلت لينكات للناس والتجار تبقى على امازون او على نون، مجرد ما بتخش تشتري او بيلاقوا حركه كتير بيبداوا يزودوا سعر الموبايل. فاللي هيلحق الموبايل بالسعر ده الله يبارك له، اكيد صفقه بالنسبه له ممتازه. وخليني اقول لك ليه الموبايل ده بيقدم مواصفات قويه. اول نقطه بالنسبه لي التصميم. الموبايل من ماده البوليكربونات متين، ما عنديش عليه اي اعتراض تماما، ولكن شكل التصميم ممتاز شبه بالظبط الريلمي 12 اللي اغلى من سعره ضعفين. الريلمي 12 بيتكلم في 11000 جنيه في السوق المصري، ده واخد نفس التصميم بالملي بتاع السلسله دي وبيتكلم في 6750. لا وكمان بيدعم الاي بي 54 دعم لطرطشه الميه، فده حاجه تعتبر ممتازه. فده اول ميزه بالنسبه لي. اما بالنسبه لتاني ميزه امكانيه تركيب شريحتين وكارت ميموري. قليل قوي لما بتلاقي موبايل هنا ينفع انك تركب شريحتين وكارت ميموري، لا والشريحتين كمان 5 جي مش 4 جي. ركز لي على النقطه دي لان مفيش غير الموبايل ده هو هنا دلوقتي هو اللي بيقدمها لك. اما بالنسبه لثالث ميزه الشاشه الاي بي اس اللي بتيجي بالهول بانش وحافه سفليه تعتبر صغيره. الشاشه 120 هرتز 625 نتس. في الفئه السعريه دي مفيش موبايل هنا بيقدم شاشه اي بي اس 120 هرتز، او مفيش موبايل اصلا او مفيش شركه بتقدم 120 هرتز. انا عارف ان الاي 15 بيقدم شاشه اموليد الوانها احسن من كل حاجه، بس الاي 15 تصميم قديم ووتر دروب نوتش، هنا ده بتاخد التصميم الجديد. ده حاجه تعتبر كويسه على الفئه السعريه دي ومظبوطه جدا، ما عنديش عليها اي اعتراض. في عيب في الشاشه بس هسيبه للاخر هتكلم عنه في نقطه العيوب. كمل معايا، لو المميزات دي كلها ماشيه معاك يبقى الموبايل ده هو الموبايل المثالي بالنسبه لك. ونيجي بقى لاقوى نقطه في الموبايل هو المعالج. الموبايل ده بيجي بمعالج انا شايفه في الرينو 12 اف الجديد اللي المفروض هيكون في الفئه المتوسطه، وده معالج اصلا نازل من شركه ميديا تك للفئه المتوسطه، هو الدايمنستي 6300. المعالج ده معالج 5 جي 6 نانومتر موفر في البطاريه بشكل كبير. وعايز اقول لك ان المعالج الرسومي بتاع الالعاب الموجود في المعالج ده هو نفس الموجود في الجي 99. يعني انت بتاخد معالج زي اللي موجود في السامسونج بي 15 اللي هو اقوى اداء اصلا موجود هنا، زائد انك بتاخد 5 جي كمان زياده. وطبعا مع سوفت وير ريلمي انت بتاخد اداء ممتاز، وزائد انك معاك اندرويد 14 الجديد ومعاك كمان واجهه ريلمي يو اي 5.0، فده حاجه تعتبر ممتازه. مش بس كده، انت كمان معاك 6 جيجا بايت رام 128 جيجا ذاكره تخزينيه. وعايز اقول لك ان الموبايل بيدعم معاك تركيب ميموري بيصل ل 2 تيرا، وده يعتبر رقم خرافي على الفئه السعريه بتاعته حاليا. فبالنسبه لنقطه الاداء انت ما تستناش ان اقول لك الموبايل هيبقى اداؤه عامل ازاي. فعلا الموبايل اداؤه محترم مقد جدا بدون اي مشاكل. عايز تلعب هتلعب وهتاخد اقوى اداء العاب موجود في الفئه السعريه دي بالتناصف مع الاي 15. انت لو مش عايز الاي 15 فده افضل اختيار بالنسبه لك. اما بالنسبه للميزه اللي بعد كده ان الموبايل ده بيقدم لك مدخل 3.5 مللي وبيقدم لك بصمه ممتازه موجوده في زرار الباور. الاثنين موجودين مفيش اي مشاكل. عندك بطاريه 5000 ملي امبير، واخيرا معاك كاميرا خلفيه ممتازه 50 ميجا بكسل، وكاميرا اماميه كويسه الى حد ما 8 ميجا بكسل ولكن كاميرا سامسونج افضل. واخيرا بالنسبه للمميزات انت معاك كل حاجه في العلبه. معاك الجراب، معاك الشاحن اللي بالمناسبه هو في العيوب هتكلم عنه دلوقتي، بس المهم ان انت معاك شاحن ومعاك جراب، يعني مش هتصرف اي جنيه. انما في سامسونج انت تروح تشتري حاجته كلها منفصله. نيجي بقى للعيوب اللي لو انت العيوب دي بالنسبه لك مش مريحه، الموبايل ده مش هيكون اختيارك، وهنا هيكون ما قدامكش اي حل غير انك تجيب الاي 15 لان دول افضل اختيارين حاليا. بالنسبه لاول عيب ان الموبايل ده للاسف شاشته اتش دي بلس 720 بي مش 1080. وهنا طبعا في موبايلات كتير بتقدم 1080 ولكن بيشفع له ال 120 هرتز الموجودين فيه. تاني نقطه ان الشاحن ده 15 واط، ودي لاول مره بشوفها من ريلمي الصراحه. انا متعود على 33 واط في الفئات السعريه دي. اما بالنسبه لاخر عيبين فالسماعات هنا مونو، وده عيب عادي جدا. السامسونج اي 15 برضه مونو مش ستيريو على فكره، ومش مطلوب من الموبايل انه يكون ستيريو.
واخيرا ان الموبايل ده بيجي من غير كاميرا الترا وايد، ودي موجوده في السامسونج اي 15 ريلمي بزاويه واحده فقط. للاسف مفيش كاميرا الترا وايد، وبرضه بيصور فيديوهات 1080 زي السامسونج. فخليني اقول لك في اخر الفيديو ان انا شايف ان الموبايل ده صفقه تعتبر ممتازه. الموبايل بيقدم حاجات كتيره مبهره وحاجات كتيره خطيره، واهمهم المعالج وحجم الرام وحجم الذاكره التخزينيه اللي يعتبروا كويسين. وعلى فكره الرام هنا كمان من النوع DDR4X، وده حاجه تعتبر ممتازه. حابب السامسونج اي 15؟ انا رايي ان انت اشتريه مفيش اي مشكله. لو انت بقى مش حابب الاي 15 وعايز بديل تاني، فانا رايي ان الريلمي سي 65 5G هو انسب بديل دلوقتي في السوق المصري، وافضل موبايل من ريلمي في الفئه الاقتصاديه من وجهه نظري، قدم قيمه مقابل سعر من فتره طويله. انا مش عارف بصراحه الموبايل هيفضل متوفر لحد امتى، بس انا هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. اللي يلحق الموبايل هيكون بالنسبه له صفقه ممتازه الصراحه. ده بالنسبه لي رايي وجهه نظري في الريلمي سي 65، اللي بتمنى ان سعره ما يزيدش خلال الفتره اللي جايه، والتجار ما تستغلش الموضوع ده زي كل مره. وما تنساش اكيد في اخر الفيديو لايكك، سبسكرايبك الرايق، وتفعل الجرس عشان يوصلك مني زي ما بقول جديد. وكالعاده انتظرني فيديو جديد. سلام.